نسوي مع بعض ألذ إيدام باللحم والخضار، والأهم من هذا كله إنه مرة سهل. معكم نجاح بلوي، ويلا خلونا نبدأ. قشرت البصل بزيت زيتون، ولازم عشان تزبط الطبخة لازم نضبط القشنة، لازم نخلي كل شيء ياخذ راحته. بعدها أضفت اللحم وخليته كمان ياخذ راحته. بعدها أضفت البهارات اللي هي البهارات عندكم لكم الحرية. المهم بعدين نخلي كمان البهارات تاخذ راحتها مع اللحمة. بعدها نضيف البندورة تقريبا 3 حبات مع بندورة معلبة. نفس الشيء نخليها تاخذ راحتها ونضغطها تقريبا 3 دقائق. شوفي ما شاء الله تبارك الله كيف إنها مسبكة من قلب. المهم بضيف المويه وبضغطها تقريبا 30 دقيقة، وهذا شكلها بعد ما كملت 30 دقيقة. شايفين الدسم هذا كله بنشيله، وبعدها أضيف الخضار اللي أنت تحبيها، وأهم شيء لازم نحط ملح. بعد ما وزنت الملح وحطيت الخضار برجع أضغطها تقريبا 12 دقيقة. تقدروا تكتفوا الين هنا، لكن أنا صراحة أحب الفاصوليا البيضاء فأضفت معلبة. وآخر شيء أضيف النار، أضيف كزبرة وأضيف أصغر فص ثوم عندي. لكم أن تتخيلوا الريحة حاليا. عادي تدين لك الحرية، سواء تبغاها مع خبز أو تبغاها مع رز أبيض زي ما أنا سويت. مع بعض ألذ مسألة ممكن انكم تذوقوها. في البداية تقريبا حطيت 3-4 اصبع زبدة، بعدين اضفت عليها شوية زيت زيتون، خليتها لندب تماما. بعدين اضفت عليها الدجاج ونقلبها تقريبا من 7 إلى 10 دقائق لين يتغير عندي لون الدجاج. وبحط الدجاج على جنب، وبنفس القدر بحط بصل مقطع صغير بقلبه شوي مع بعض. بعدين اضيف لها البندوره وثوم وزنجبيل، وبعدها بنمكسها شوي مع بعض ونقفل عليها لين تتسبك تماما. بعد كذا بنحطها بالخلاط وبنحط معها علبة زبادي وتقريبا 3 حبات كاجو. بعد كذا بنرجع الدجاج اللي رفعناه في البداية وبنضيف له الخليط اللي سويناه مع بعض. بعدها بنضيف لها بهارات المسالة وفلفل اسود وشوية كركم. مع البهارات اختيار، واهم شيء لا تنسوا توزن الملح. نقلبها شوي مع بعض، وانا صراحة بضيف لها شوية مويه علشان اتاكد انها تستوي تماما. بعد ما تقريبا نشفت مويه الدجاج بضيف لها كريمة طبخ وحليب جوز الهند. صراحة اشوفها اضافة مرة حلوة، لازم تجربوها. تدرون ان هذه طريقة المسالة بكل سهولة. المهم بعد ما ضفت الحليب والكريمة بحطها على نار واطية علشان ما يحترق معنا. واهم شيء بين كل فترة لازم نقلبها. وبهالاثناء بنسوي الرز الابيض. الرز الابيض انا احب احط معاه بهارات بيضاء وملح وشويه زيت زيتون، وبنضيف المويه المغليه عليها تقريبا ارتفاع 1 سم، وبنعلي النار الى اخر شيء. اذا شفنا ان الرز بتطلع فيه فقاعات بنخلي النار شمعه ونكتمه. وكذا خلص معنا ألذ واسهل مسال ممكن. بارد ويفرسح لجماعتكم الصيفيه والذ من برا بمراحل. للوصفه عندي 64 جرام كركديه نظفناه اكثر من مره، عليه 100 جرام سكر و14 جرام شاي حبيبات، واضفت لهم 400 ملي مويه حاره و1600 ملي مويه بدرجه حراره الغرفه، واقلب لما انا اذوب. حدا عنده اعتراض؟ وهنا يا حلوين اضفت النعناع وبالثلاجه 6 ساعات. بعد كذا اصفيه، اضيف الثلج وكوب ونصف عصير توت مشكل. خلاص ما لكم عذر تطلبون من برا، جربوه بالبيت. لو ما عندكم هذه العلبه حطوا بعلبه مويه فاضيه او عصير وبس، رح تطلع معكم الرغوه. وشاركوا المقطع وفضوا حياتي اسوي برياني يا بنات وطلع لذيذ، فخلونا نقول بسم الله ونسوي مع بعض. عندي صدور دجاج مقطع مكعبات بنضيف لها بصل مقلي وفلفل رومي وثوم مفرومين مع بعض، كزبره ونعناع ومعجون طماطم وعلبه زبادي وبهارات جرام مساله وبهارات البرياني. والناس اللي ما تحب سبايسي لا تكثروا بهارات البرياني لان طعمها نار. بعد كذا بنمكسها مع بعض تقريبا ندخلها الثلاجه او الفريزر نص ساعه. كل ما طولت كل ما صار طعمها احلى. بعد ما تتبل عندنا لازم نقع الرز علشان يكون نثري معنا. بعد ما نقعت تقريبا ربع ساعه الان بس مع شويه زبده. لا تنسوا الملح سواء على الدجاج ولا الرز، لكن انا ما صورت. بعد ما تبلت الدجاج بنزل شويه زبده وبحط الدجاج عليه وبقلبه شويه يصير عندنا بنفس القوام واللون هذا. انا بس ودي ان الريحه توصلكم. المهم بعد كذا بضيف المويه وبخليها لين تتسبك. بعد ما تقريبا حسينا ان القوام وصل لهذا الشكل نضيف عليه الرز اللي مستوي نصف استواء. بعد كذا بغطيها على نار شمعه. طبعا انا بقدمها مع سلطه خيار وزبادي. وهنا استوى عندنا الرز، حطيت عليه شويه ملون طعام اصفر وبرتقالي وشويه كزبره وبصل مقلي. يا مامي الشكل شهي ما شاء الله. بنات تدرون ان ما بقي لي شيء على 100,000 بالاصفر، بقي لي بس 3000 واوصل 100,000. فهمتكم تكفون. انا بكتب لكم اليوزر او اكتبوا نجاح بلوي وبيطلع لكم. وانهار عليه مره ادمان. جربوه على طريقتي. من بانكيك الشوفان حبه موزه كوب حليب وكوب شوفان وربع كوب زيت جوز الهند وحبتين بيضه بالخلاط مع رشه فانيلا وملعقه صغيره بيكنج باودر وملعقه صغيره سكر او عسل، واسرع سريع بالخلاط. شايفين مره سهله الوصفه. وادهن الصاج زيت جوز الهند وتشكلوا سواء حجم كبير او صغير اللي انتم تحبون اكيد، وعلى الجهتين على نار هاديه. شايفين كيف الجمال؟ ما ادري، انا احس بالصيف مره جوي الاكل الصحي او الفطور الصحي. على وجه زبده الفول السوداني، عسل او مابل سيرب. جربوا اكيد. اعطونا رقم بالتعليقات وبالعافيه. سنين تقريبا لليوم مستحيل اني ما استمر بالاستغفار. سياره احلامي نزلتها، وبدل سياره الحمد لله نزلت اكثر من سياره. بيت احلامي الحمد لله رب العالمين عملت. زواج الحمد لله رب العالمين يسر لي اموري بزواج زي ما انا بطمح. البزنس اللي انا طول عمري بحكي بدي اشتغل حالي، ما حدا يقول لي اعمل اسوي. اكون صاحب البزنس الحمد لله رب العالمين. اني بنيت دراستي، كنت اظني احمل مواد بدون اي سبب. 5 شهور كنت اخلص دراسه وماخذ شهادتي ومتخرج وبدرس دراسه ثانيه حاليا. من ايش؟ من الاستغفار. الاستغفار رح يغير حياتك، والله شاهد على ما اقول. كل اللي حكيته صار معي. السلام عليكم. من 3لا اسطوريه، لازم كلكم تجربوها. بالعافيه علينا وعليكم. اهم شيء لا تنسوا كذا ذره الليمون الاسود تعطي نكهه مره بطله. تعالوا نسوي المرقوق مع بعض لذيذ مره واراهن عليه. اول شيء سويته عجنت العجينه حقتي وخليتها على جنب، عباره عن طحين ابو صقر مع ملح ومويه فقط. بعد ما سويتها قالت لي امي حلو لو انك تضيفي مع شويه كركم، لكن باذن الله المره الجايه بضيف مع الطحين كركم. عجننا عجينتنا وخليناها على جنب تكون بالشكل هذا. طبعا انا سلقت اللحم نصف استواء، وعلى بال ما يستوي اللحم عندي نصف استواء بسوي الكشك. بصل مقطع على حسب الرغبه، نكشنه شوي لين ما يبدا يذبل. وبدايه بنضيف المعجون هذا مره يجنن من بندوت، عباره عن معجون طماطم مع معجون ثوم. نقلبها شوي مع البصل لين ما تروح الحموضه حقت المعجون. بنات يعني تقريبا نقدر نقول انها كشنه حمراء. الحين بنضيف لها اللحم اللي سلقناه وخليناه نصف استواء. بنات اذا تبغوا الاكل تطلع نكهه خلوا كل شيء ياخذ راحته، لا تحطوا كل شيء على بعض. زي البصل خليه يتحمر زين، بعدين اضيف عليه معجون طماطم وقلبوه لين ما تروح الحموضه، بعدين نخلي اللحم تتسبك. كذا اضمن لك ان النكهه بتكون مره حلوه. المهم بعدين اضيفوا لها كم حبه بندوره مضروبه بالخلاط وخلوها تتسبك. اذا تسبكت اضيفوا البهارات اللي عندكم ولا تكثروا البهارات. انا اكتفيت بالبهارات العربيه وبالكركم وشويه فلفل اسود، ونرجع نخليها تتسبك مره ثانيه مع بعض. بعدين نحط الخضار اللي احنا نحبها ونرجع كمان نقلبها مع بعض ونخليها تقريبا 3 دقائق كذا. زي ما قلت لكم اللحم سلقته نصف استواء، فالمرقه حقت اللحم بضيفها دحين على اللحم والخضار واخليهم مع بعض لين يستووا تمام. وعلى بال دحين ما تستوي عندنا اللحم والخضار افرد عجينتي عشان اضيفها عليهم. طبعا الناس اللي ما عندها وقت تقدروا تشتروا القرصانه جاهزه. انا هنا خلاص كنت مطقطقه جوع اطالع فيها بكل حب، على اني صدق كنت مره جعانه وانا ما احب اجرب شيء وانا جعانه، لكن طلعت تجربه مره حلوه لازم تجربوها. المهم هنا المستوى عندي كل شيء، حطيت نص فص ثوم صغير. الاكله اسطوريه لازم كلكم تجربوها. بالعافيه علينا وعليكم. اهم شيء لا تنسوا كذا ذره الليمون الاسود تعطي نكهه مره بطله. الحلا اللي كلكم تطلبونه. طيب اولا صلوا على النبي. الحلا اخذت وصفتها من تيك توك، طلع حلو بس مو بيرفكت. اقول لكم بعض التعديلات لو بكرر مره ثانيه راح اسويها. الطبقه الاولى كيك مفتت وزقيه بشويه حليب، لكن اعتقد ان المره الجايه راح احط بسكوت، احس بيكون ألذ بكثير. نكهه الكيك باختصار كانت طاغيه جدا في طعم الحلا. الطبقه الثانيه كانت جدا ثقيله، حطيت ضيفين كريم كراميل وكوب مويه و4 ملاعق حليب بودره. اعتقد ان المره القادمه راح اخليها كوبين مويه مو كوب واحد، ابغاها تكون اخف شوي. طبعا حركتها وغليتها على النار، وبعدين في الخلاط حطيت 17 حبه بسكوت وعلبه قشطه وملعقه صغيره نسكافيه واضفت عليها الكريم اللي غليتها. خلطتها مضبوط وبعدين صبيتها على طبقه الكيك. المره القادمه باذن الله راح استبدل الكيك ببسكوت وراح ازيد كوب مويه على الخلطه هذه. فالافضل انتم تجربوها بالتعديلات اللي قلتها، واذا جربتوها علموني بالنتيجه. والف عافيه عليكم.
كيك الليمون قلت من برا بمراحل، فالوصفه عندي 3 بيضات 200 جرام سكر بشره ليمونه. انا احب احط الاصفر والاخضر كده يطلع الطعم مره منعش، بس يصير اللون فاتح اضيف عليها معصره ليمونه وملعقه صغيره نكهه الليمون ورشه فانيلا وعلبه سوي كريم وربع كوب زبده وربع كوب زيت واخلطها، واضيف كوب ونصف دقيق وملعقه كبيره بيكنج باودر. بعد كذا اقلب واضيف ملون طعام اختياري ملعقه صغيره بس يعطي لون مره حلو، واضيف خليط الصينيه مبطنه بورق الزبده وبالفرن من تحت بعد ما فوق درجه الحراره 180. والانجليزي السكر عندي 120 جرام سكر بودره، عصير نصف ليمونه، ملعقه كبيره حليب سايل، اخلطهم بس يصيرون بهذا القوام. وبعد ما خرجت الكيكه من الفرن اضيف الانجليز والتزيين اختياري، متاكده لو جربتوا طريقتي ما راح تطلبونها من برا بتدمنونها. شاركوا المقطع مع الناس اللي تحبونهم وبالعافيه. باوت نيه واحده بسوي لكم اشهر 5 حلوم وباذنجان عند المطاعم. فالوصفه زيت زيتون مع حبه باذنجان مقطع مربعات صغيره، بس تاخذ لون اشيله، واضيف بنفس الصينيه جبن حلوم مقطع مربعات صغيره بعد استنى وياخذ اللون واشيله، وبنفس الصينيه اضيف زيت زيتون بصل فلفل رومي بس يذبل، اضيف بندوره بعد استنى تذبل خفيف، وهنا اضفت الملح فلفل اسود كمون وبابريكا وبهارات ايطاليا، عليهم الباذنجان والجبن الحلوم، وعلى الوجه دبس رمان ورشه بقدونس. اكتبوا لي بالتعليقات بتطلبونها من برا ولا تجربونها بالبيت. مره ادمان، شاركوا الوصفه واحفظوا وجربوها بالعافيه. وبسنينتك مثل الحجر تعالي اعلمك على سر عجينه خليه النحل. واول سر من الذكاء والفطنه عجينين بالعجانه لانه بتفرق عن اليد. حطيت علبه زبادي، كوب مويه، ملعقه كبيره سكر، 3 معالق كبيره حليب بودره، وملعقه كبيره خميره فوريه. والحلو بالعجانه اللي من فور دي مره خفيفه على اليد وما ترقص وهي تعجن. وهنا اضفت نصف كوب زيت وخليه 5 دقائق. بعد كذا اضيف 3 كوب دقيق وملعقه صغيره ملح، واقل شيء تعجنون 10 دقائق بالعجانه. وهنا عندي خيار اسمه التخمير، خلوه من 40 الى 60 دقيقه. شايفه ما شاء الله راحت الجيران العجينه. وهنا تحكمون على العجينه، لو ما كانت مره كذا قطنه ولينه ما راح تضبط معكم الخليط النحل، سووه باي وصفه ثانيه، بس التزموا بالمقادير وراح تضبط معكم من اول مره. وهنا اكورها بنفس الحجم والحشوه جبن كريمي ومن برا على جوا. وللمعه الوجه ندهنه بالحليب والسمسم وحبه بركه بالفرن من تحت وبعدين من فوق مسبق التسخين درجه الحراره 180. بس تخلص ادهن الوجه بالزبده وحليب مكثف محلى. شايفين ما شاء الله تبارك الله. واثقه ان اللي يجرب هذه العجينه مستحيل يغيرها. احفظوا عندكم وشاركوا وبالعافيه. يا جماعتكم ترند السعوديه للخريف وباقل التكاليف. تعرفون ذوقي بالحلا ما يمسح الوصفه عندي. ظرف فكره ما تخاف، فكره ما كراميل، كوب حليب بارد وبالمضرب الكهربائي بس تتماسك مع المكونات. اضيف 7 حبات جبن كريمي وربع كوب حليب مكثف محلى وعلبه قشطه، وعليها ملعقه كبيره فانيلا سايله وبودره، واكمل خفق. بعد كذا اضيف عليها ملعقه كبيره قرفه وبعد اخلط. وهنا عندي البيكان احب احمصه بالفرن. هنا عندي كوب سكر بني، كوب كريمه طبخ، و40 جرام زبده وعلى النار. بعد كذا اضيف عليهم 4 ملاعق كبيره مجروشه من البيكان وملعقه صغيره ملح. وما في اسهل من هذه الوصفه. يلا نوسع عليها بالاختم من عند ابو 5 تلقون الوان كثيره. الطبقه الاولى البسكوت بعد ما خمسه ملاعق كبيره نسكافيه مويه ساخنه، وطبقه من الخلطه البيضاء، وطبقه من صوص الكراميل. بعد كذا اكرر طبقه البسكوت، واخر طبقه تكون مع الخلطه البيضاء، وعلى الوجه البيكان المجروش. وبالثلاجه اقل شيء 3 ساعات. هذه الوصفه انهيارات راح تدمنونها، متاكده راح تعجبكم. جربوها، اعطوني رايكم بالتعليق. ثلاجة وبدون فرن ب5 مكونات. حل اللوز، ادمان، عينكم على التفاصيل. يلا تعالوا على المطبخ نشوف الطريقه. فاول خطوه نطحن بسكوت كوفي جوي بحمام ماء يذوب كوب وربع شوكليت، ونضيف لها نصف كوب حليب محموص وملعقتين كبيره من نفس البسكوت اللي طحناه. طيب، وبعد كذا نضيف نصف كوب سميد محموص ونصف كوب لوز مطحون. نخلط المكونات مع بعض بس تشكل معي بهذا القوام ما تلزق. شايفين كيف؟ طبعا شكلتها مع شكل كرات، غطيتها بسكوت كوفي جوي بالقالب بس يتشكلون ياخذون شكل اختياري. وعلى الوجه اضفت شوكليت. انتم مستوعبين انه انا مسويه سكيب للثلاجه وللفرن؟ واو، انا مره فنانه. تقدرون كذا تصمتون الحياه مع فنجان قهوتكم سعوديه، تستمتعون بهذه اللذاذه. شفتوا كيف الحياه مره سهله؟ جربوا، اعطوني رايكم بالتعليقات وبالعافيه. هي اسطوريه من كثر ما هي لذيذه لذيذه. ولا الباذنجان بالدجاج والبشاميل شيء من الاخر. حمصت البصل والفلفل والثوم زيت زيتون عندي الدجاج سلكته وفتته واضفته ومنبهره بابريكا بودره بصل بودره دجاج فلفل اسود والملح وتقليبه. بعدين اضفت طماطم مقطعه ونعطيها تقليبه شوي. اخر شيء الجبنه الموزاريلا ونطفي النار. راح تذوب الجبنه من حراره الدجاج. حلو. الحين نجي هنا صينيه الفرن. دي باذنجان قطعت شرايح طوليه زي ما تشوفون وقليت بالقلايه الهوائيه. ونبدا نحشيها بالحشوه اللي احنا سويناها. حشوه مره لذيذه لازم تجربونها. صفيتها بالصينيه وبعدين غرقتها كذا، غطيتها تماما بالبشاميل. وما ننسى كذا من الاجرام شوي بالموزاريلا، وادخلها الفرن من تحت الحراره. وبعدين كذا يعني تقريبا ربع ساعه بعدين نحمر الوجه. شايفين اللون كيف جميل؟ الريحه ما اقول لكم، والطعم طعم يوديكم لعالم اخر. اسطوريه اقول لكم يا جماعه، اسطوريه. تاكلينها بالخبز، تاكلينها كذا، كل الاحوال لذيذ. فطر الكريمه ما بتاخذ معكم وقت بالتحضير اكثر من ربع ساعه، وبتحصل على الاكله تتقدم مملوك مثل اللي بناكلها بالمطاعم واطيب كمان. استخدمت كيلو من صدور الدجاج وقطعته من شريحات رفيعه بهذا الشكل، وضفت له البهارات، ملح فلفل اسود بابريكا حلوه بهارات دجاج وكاري. تبلته منيح مباشره بمقلايه حاميه، ضفت مكعب من الزبده وشوي من الزيت النباتي وقلت فيهم صدور الدجاج. قلبت الدجاج على الطرفين لحتى تحمر واخذ هذا اللون اللي كثير حلو. وبنفس المقلايه نزلت بصل مفرومه ناعم، قليتها شوي لحتى دبلت، نزلت عليها معلقه كبيره من الثوم المهروس وقلبتهم مع بعض. ونزلت عليهم الفطر. كل ما كترت الفطر كل ما كانت اطيب. قلبت الفطر لحتى دبل شوي، بعدين نزلت عليه كاسه كبيره من المي السخنه. وعلبه كريمه طبخ وزنها 250 جرام. واذا بتحبوا نزلكم طريقه كريمه الطبخ بالبيت اكتبوا لي بالتعليقات. وعدلت عليهم الملح والبهارات، نزلت عليهم صدور الدجاج وباقي السوائل اللي زادت منهم، وتركتهم يتسبكوا ويتعقدوا مع بعض. وبهذا الوقت كنت سالقه كميه من البطاطا، هرست البطاطا بشكل كثير منيح، ضفت لها مكعب من الزبده، نص كاسه لكاسه من الحليب حسب كميه البطاطا عندكم، ملح وفلفل اسود، ورجعت هرستهم كثير منيح لحتى صار قوام كريمي. وبتتقدم بهي الطريقه، البطاطا عليها صدور الدجاج وصلصه الفطر مع الكريمه، وفيكم بدل البطاطا تقدموا جنب الرز الابيض. جربوها بهي الطريقه ومتاكده كثير رح تعجبكم. ولا صحه وهنا. جربتوا طريقتي بشاورما الدجاج والمتومه اللي بعملها باسهل طريقه؟ ما رح ترجعوا تاكلوا الشاورما من البيت. تعالوا نحضرها باسهل طريقه. اول شيء صدور الدجاج وهي جامده شوي بقطعها شرائح رفيعه اسهل للتقطيع. التتبيله عباره عن عصير ليمون، عصير برتقال، زيت زيتون، لبن، ورح اضيف لهم كمان خل
سنتو مهروس وبهار الشاورما انا اشتريته جاهز بس حاطه لكم بديله ورشه ملح. هلا رح احرك التتبيله مع بعض كثير منيح، اعطيكم منوعين ساعتين على الاقل. المتومه عباره عن 4 معالق مايونيز، معلقه كبيره من اللبن، 3 أو 4 سنون من الثوم، شويه زيت زيتون وشويه ملح. هاي اسهل طريقه للمتومه، بخلطهم بالمكسر منيح وهيك صارت عندي جاهزه. طعمها بياخذ العال. شاورما الدجاج بمقلايه حاميه فيها شويه زيت زيتون او زيت نباتي، بضل اقلبها لحتى تتحمر وتستوي وتنشف كل تتبيلتها. وهلا للساندويشات بجيب خبز صاج وفيه خبز عربي، ممكن تستخدموا اي نوع خبز بدكم اياه. بحط المتومه، شاورما الدجاج، قطع مخلل خيار، ممكن تحطوا كمان بطاطا مقليه اختياري، وممكن كمان شويه دبس رمان. رح الف الساندويشه كثير منيح وبحمصها بمقلايه او على الجريل مع شويه زيت لحتى هيك تصير كريسبي من برا، وبقطعها وبقدمها. ما بتتخيلوا قد ايه طعمها زاكي ورح تستغنوا عن المطاعم. بوعدكم اذا جربتوا طريقتي بشاورما الدجاج والمتومه اللي بعملها باسهل طريقه. كيكه اللي بتخليكم مبسوطين بدون عذاب ضمير، كيكه التمر بالجوز. من اول لقمه رح تنسوا كل وصفات الكيك اللي بتعرفوها من قبل. رح يلزمني 200 جرام تمر منزوع عنه ونقعتهم بحليب دافي وهيثم بالمكسر، كوبين من طحين الشوفان وزيت بيكنج باودر، معلقه صغيره قرفه ومعلقتين من الكاكاو الخام، حبتين من البيض بدرجه حراره الغرفه، وهي احد اهم اسباب نجاح اي كيك بالعالم. خلطت المكونات مع بعض وضفت معلقه من زيت جوز الهند او زبده، وبعد ما سكبت الخليط زينته بالجوز لاني بحس هيك التمر بالجوز بحبوا بعض كثير، ورشه شوكولاته دلع وعلى الفرن على درجه حراره 180. وقبل التقديم زينت بشوي من دبس التمر. الكيكه خفيفه وهشه وصحيه وبتشبع بطريقه رهيبه. العيب الوحيد بهالوصفه انها بتخلص بسرعه، وعلى فكره مناسبه كمان للاطفال. لا تنسوا تحفظوا الوصفه لحتى تجربوها ولا تنسوا تدعوا لي. صينيه الواحد بده يقول لما يسوي بالحياه كلها الا امها فقط اجربها صدق مره سهله ولذيذه ما تاخذ وقت. اعطي فايب رمضان على طول. كنت محتاجه ان نسوي حمص دجاج، وبعدين بقدر ثاني كان الطبخ وجبن كاسات، وانا خفتها بشوي نشا وماي لان حسيت تصير مره دسمه. وبعدين شبت بقدونس، وبعدين بصينيه تدخل الفرن نسوي 3 طبقات خبز مفروض، وكان خبز مفروض انا سويت 4 طبقات تقريبا. بالنهايه رشه موزاريلا دخلوا الفرن واستمتعوا. لازم تجربونها مره. شفت هذه صينيه الواحد بده يقول لما يسوي بالحياه كلها الا امها فقط اجربها صدق مره سهله ولذيذه ما تاخذ وقت. اعطي فايب رمضان على طول. كنت محتاجه ان نسوي حمص دجاج.